السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هقدم لكم الكيك الإسفنجي بأسهل طريقة، وإن شاء الله تعجبكم معايا يا رب. ويلا على طول نخش في الوصفة. مقاديرها معانا: عندي 8 بيضات، 8 بيضات كده. نكسر ال8 بيضات في طبق بالطريقة دي. لما تحطي البيض كتير الكيكة هتطلع من فوق يعني نافشة وكويسة. خلاص كده عندنا ال8 بيضات. نبتدي نحط فانيليا، 4 بكاوي فانيليا. بحب احط فانيليا كتير عشان الكيك ما يبقاش زفر. وبعدين احط البيض اهوت، احنا حطينا الفانيليا. احط البيض وابتدي اضربه. لازم نضرب البيض على سرعة كده متوسطة، عالية ومش عالية قوي يعني، بس بالطريقة دي. ابتدي اعلي وبحط خل علشان زفارة برضو، وبحط شوية سكر. المقادير عندنا كوباية كبيرة دقيق، ونص كوباية سكر، وربع كوباية زيت، وبيكنج باودر، و8 بيضات، ومعلقتين خل. هنبتدي نضرب البيض بالطريقة دي لغاية ما يبتدي يطلع له فوم. خلاص ابتدي احط السكر على مراحل كده، وبعدين عندنا كمان ايه بقى، احنا المفروض ان احنا يعني كنا نفصل البياض عن البيض ونضرب ده لوحده وده لوحده. لا، انا هضرب كله مع بعضه. ده بياخد وقت انه علشان يبقى شبه الكريمه كده. سكر، كل ما يتضرب البيض ويتحول لشكل كريمي كده، او مثلا زي الكريمه كده، ده اعرف ان الكيكه هتطلع كويسه وناجحه ان شاء الله. شايفين اهو ابتدى الخليط يتقل بالطريقه دي. بدأ الخليط يتقل، ابتدي احط له تاني شويه سكر. كل ما نحط السكر كل ما الخليط يتقل، كل ما نحط السكر كل ما الخليط يتقل. تعالوا بقى نعمل مع بعض ايه؟ نعمل مع بعض هنبطن الصينيه دي. نحط لها كده زيت. شايفين ببطن كده الصينيه بالزيت كويس، الصينيه كده بالزيت، ما تكتريش. وحبه من الدقيق، وابتدي اهوت. شايفين؟ بطنتها خلاص اهي. هحط اخر شويه سكر. شايفين الخليط بيتقلب كريمه ازاي؟ كل ما الخليط ابيض بيكون نتيجه احلى طبعا، بيبقى جميل جدا، بتيجي نتيجه كويسه قوي قوي قوي. هنعمل ايه بعد كده؟ هضيف الزيت. ايوه، سرسوب بالراحه كده كده. يبتدي بقى يتضرب كويس قوي 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 قوي.
هنحط بعد كده عندنا كمان معلقه بيكنج باودر، معلقتين بيكنج باودر اهو. انا مش عايزه افصل، عايزاه يفضل يتضرب كده لغايه ما تشوفوا دلوقتي. كل ما الخليط يتقل كل ما الخليط يبقى احسن. طبعا ده على فكره بيقعد كمان، ممكن يقعد لغايه 10 دقائق 7 دقائق يتضرب. بس انا عايزه اقول لكم يا جماعه ان احنا بعد ما الخليط ده يعني يتقل، احنا مش هنعجن الكيكه بالخلاط بالمضرب، احنا هنعجنها بالمعلقه دي كده، عشان المفروض انها ما تتعجنش بالخلاط. كويس جدا كده. نشوف كده ونبص كده خلصنا ضرب كده. شايفين بقى عندي الدقيق اللي انا حاطه عليه البيكنج باودر، اقلبه كده وابتدي اتجاه واحد. الكيكه دي بتتضرب على اتجاه واحد، متتعملش على اي اتجاه غير اتجاه واحد كده اهو، كده اهو، عشان تحط حبه حبه كده. ايوه، كيك الاسفنجي مش محتاج الهواء يطلع منه تاني عشان تعجن كويس. ايوه، حاول بالراحه كده عشان ما نطلعش كيك الاسفنجي. لازم ندعكه كويس كده، يعني نعملها كويس كده. نحط بقى لبن عليه اهو. ايوه كده اهو. خلاص احنا تقريبا خلصنا. احنا مش عايزين نقلب الكيك ده كتير عشان هو اصلا المفروض ما يتقلبش كتير. ناخدها بقى، شايفين ايه؟ هنحطها في الفرن، تقعد في الفرن حوالي ساعة يعني ساعة وربع، ساعة الا ربع او ساعة. وهنختبرها طبعا بخلة عشان نشوفها استوت ولا لا. واول ما نطلعها لازم نقلبها على سلكة. وهنا بقى مع نهاية الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك، وطبعا شير لو عجبكم الفيديو، ولايك بقى جميل كده.